شو شباب، معاكم حمد عرب سنيك. اليوم يمكن مقطع شوي غريب. اليوم بتشوفوني بزنس مان، رجل عمل يسوي له مكان خاص فيه. طبعا مكتب حق شغل بحت ما له علاقة بالجيمنج. طبعا كلكم شفتوا قبل السيت اب اللي سويته حق الجيمنج وكذي. حاليا مكتب صغير في مساحة صغيرة اقل من مترين اسوي مكتب. المقطع بيكون مقسم على جزئين. الجزء الاولي شلون ترتيب افكار اي شخص يبي يسوي له مكان خاص فيه، سواء سيت اب عمل، سيت اب جيمنج، سيت اب رسم، موسيقى. شلون تقدر ترتب افكارك وتسوي سيت اب في الغرفة اللي انت عايش فيها. فهذا المقطع هدفه ترتيب الافكار، تجميع الافكار، وشلون تخطط وتسوي. الجزء الثاني راح يتم شرح كل شيء موجود في هذه السيت اب، وراح اتكلم عنه. طبعا في اشياء غريبة عجيبة، طبعا مثل طاولة ايكيا تتحكم فيها حتى عن طريق الموبايل. الكرسي الغريب اللي تشوفونه شكل بسيط عادي، بس يا اخي في تقنيات شيء خرافي. يعني الكرسي شيء خرافي من الاخر. هذه القطعة تتحرك مع الشيب، مع ظهرك، مع شكل ظهرك هي تتحرك، فلا تشوفونها كذي. طبعا اللي بيفوت الجزء الثاني يظن انه شاف كل شيء في الجزء الاولي. اقول لك غلطان، ترى اللي بتشوفه في المقطع انت ما شفت ولا شيء. السحب نهاية المقطع، بخصوص اللي يفوزون في كل مقطع نسوي سحب. تحدي الجمجمة راح يكون نهاية المقطع. في البداية ابي اقول لكم نبتدي القصة وشلون تجمع افكارك حق سيت اب جديد تسويه بنفسك. طبعا في البداية انت اذا بتدخل غرفتك لازم تتأمل كل شيء موجود في الغرفة، سواء من زوايا الغرفة الاغراض اللي راح تستخدمها في السيت اب، تناسق الالوان. لازم تجمع فكرة كاملة عن المكان اللي انت قاعد فيه، يعني تشوف تركز بالالوان اللي موجودة. طبعا انتم تشوفون هني السيت اب عبارة عن 3 الوان، اسود، رصاصي، واصفر. هما الالوان الرئيسيه، والابيض، وال4 الوان. مثل ما نقدر اذا بنقسمهم بنسب مئويه نقول 40% اسود، 40% رصاصي، 10% ابيض، و10% اصفر، او 15% اصفر، و5% اللي هو الابيض. مهم وايد ان انت تتامل غرفتك بمزاج حلو، يعني ما تكون متضايق، مو متهوش ويا البيت، زعلان ويا اخوك، زعلان مع زوجتك، وتي تخطط علشان تسوي لك سيت اب. ما بيضبط معك. لازم يكون مخك نظيف، مخك مرتاح كامل قواك العقليه، وتكون مهدي الاعصاب ومروق. واذا مو مروق طق لك كوفي طال عمرك وروق، وعقبها خطط حق السيت اب. كل التفاصيل الصغيره اللي اذا انت ركزت فيها في البدايه راح تنفعك وانت تسوي السيت اب. نصيحه، حاول تركز في كل الاشياء البسيطه، ابسط الامور ركز فيها، لان هي بتنفعك وقت تخطيطك او وقت تنفيذك حق السيت اب. لازم تكون عارف الاجهزه اللي عندك او القطع اللي عندك اللي راح تستخدمها في السيت اب الجديد، تخليها على صوب وتعرف بالضبط، وتعرف احجامها واماكنها وين بتخليها، او شنو المساحة اللي تحتاجها. طبعا عقب ما تجمع افكارك وكل شيء وتعرف القطع اللي عندك وتقديريا يعني مساحتها ايش قد، او قياس القطع اللي عندك اللي راح تستخدمها في السيت اب، تي حق الخطوة الثانية. طبعا الخطوة الثانية عقب ما انت تعرف شنو اللي لك وشنو اللي عليك وتتأمل الغرفة، خلاص يبتدي وقت اختيارك حق الأثاث أو البحث عن الأثاث بألوان معينة وبأحجام معينة. فشيء طبيعي، شيئين رئيسيين لازم تختارهم وقت اللي أنت تنفذ عملية البحث. عملية البحث أول شيء تبحث عن طاولة علشان تخلي عليها أغراضك، وعقب ما تختار الطاولة تختار الكرسي المناسب لها. طبعا أنا شخصيا أثاث الغرف اللي عندي كلها من موقع إيكيا أو من شركة إيكيا. إيكيا عندهم خيار الأونلاين، يمديك تبحث وتشوف وتتأمل الأشياء اللي عندك وتركز فيها. طبعا أنصحك قبل لا تروح إيكيا وتضيع هناك في إيكيا بين الأثاث وكذي، لا، ادخل موقع إيكيا طال عمرك، حاول تجمع لك فكرة لو بسيطة عن الأشياء اللي يمكن أنت تبيها من إيكيا، علشان لين رحت هناك أولا ما تضيع وقتك على الفاضي وتفتر وتصيرك لخبطة وتضيع في الموضوع.
ثاني شيء تكون عارف شنو تبي، عندك هدف من روحتك حق ايكيا، مو بس على تفتر وتجرب ذي الطاولة وتقعد على ذي الكرسي. وطبعا كورونا اذا بتروحون ايكيا وبتقعدون على الكراسي وكذي تأكدوا بالتعقيم تختار لك طاولة وكرسي. هذه الاساسيات اللي لازم تعرف شلون تختارها على حسب المساحة اللي عندك وعلى حسب الالوان اللي عندك في السيت اب. شيء ضروري تناسق الالوان في اي سيت اب، ولا لو شنو انت بتخلي في السيت اب راح يكون السيت اب مو حلو. الشيء الثاني نوعية الاغراض اللي انت تختارها. يعني مثلا انا هذه سيت اب العمل مسويه بطريقة فينتج، طريقة قديمة او الستايل المعتق، يعني مثل ما تشوفون الاضاءة شلون كذي فوق خشب والستايل يعني كأنه قديم. حتى الكاميرا اللي موجودة فوق اللي طابع طبعا عليها ذي الصور، صور شخصية وصوري مع ربعي وعندكم انا وعلاء قاعدين على ارض الله الواسعة وايس جيمز عن بعض الصور اللي صورتها في سفري طبعتها هنا. فمثل ما تشوفون انه شيء ضروري اذا انت اختاريت سيت اب او اختاريت طاولة وكرسي من هاي النوعية الستايل القديم، مو حلو تخلي عليها RGB، مو حلو الالوان تتغير. يعني انت لازم تعرف السيستم شنو بالضبط اللي انت رايح عليه وبتمشي عليه. طبعا هذه سيستم هذه السيت اب يعتبر السيستم اللي ستايله قديم بس باعلى معايير التقنية، لان حتى هاي الطاولة تتحكم فيها عن طريق الموبايل بارتفاعها والكرسي هذه مثل ما قلت لكم عن ظهره وكذي. ففي اشياء وايد. ممكن اكثر عيب عندي في هذه الطاوله من ايكيا ان هي صح انها اوتوماتيك، انها هايدروليك تقدر يمديك ترفعها وتنزل الطاوله، بس انه ما في لوك، ما في قفل. يعني اذا عندك ياهال صغار راح يلعبون لك في الطاوله على كيفهم. يعني كنت اتمنى حتى الابلكيشن اللي مسوينه حق الموبايل انه يمديك تقفل اللوك، بس للاسف انه ما في قفل حق اللوك. احتمال حل وحيد ان انت تربطها بسمارت ادابتر حق الكهرباء، فمن خلال أليكسا تقول لها مثلا فتحي الطاولة او فتحي الكهرباء ويمديك تتحكم، وبعد ما تخلص تحكمك تقفل من خلال برنامج أليكسا او مانيوال بالسويتش من الكهرباء. فكنت اتمنى يخلون لوك خاص فيها انه يمديك تقفلها، مو اي احد يقدر يتحكم بالارتفاع، بس للاسف ما سووا كذي. طبعا هذه الابلكيشن حق الطاولة نفسها وتحكمها راح اتكلم عنها اكثر في المقطع الجزء الثاني، بس باختصار يمديك حتى تختار مثلا بيكا تشالنج، تحدي مع الطاولة انك تشتغل بارتفاع معين، ان نفس التحديات اللي مخلينها. وهني الحلو ان اذا انت لين ترفع وتنزل الطاولة يبين لك الارتفاع رقمه كم. يعني فالحين مثلا نقول ننزل الطاولة، شوف صارت 67، يمديك ترفعها خليها مثلا 70. وهني عندك 3 ارتفاعات معينة يمديك تختار منهم تحت 3 ارتفاعات اللي يناسبونك او الفيفوريت بوزيشنز، فتقدر تسيبهم. ومجرد ما تضغط مثلا تضغط على 68 راح تنزل الطاولة ل 68 وتوقف. حلو الابليكيشن. طبعا هذه الماوس باد من ديفو من حساب كذا سوق حق علاء. فبصراحة هذه الماوس باد اسطوري، الوانه تتناسب مع السيت اب عندي، وغير عن كذي الكواليتي يعني ممتاز، والطبعة اللي عليه حلوة. فمثل ما تشوفون بالضبط يتماشى مع السيت اب اللي انا مسويه، فعلشان كذي. وغير عن هاللون انه شكله حلو، الكواليتي حلو، وسعره رخيص تقريبا 40 ريال اتوقع سعره. فشي حلو جبار من موقع كذا سوق. طبعا هاي الديزاينات اللي هني وانا ابحث في ايكيا عن ادوات التعليق او اكسسوارات اللي اقدر اعلق عليها الاغراض، لقيت هذه كرمكم الله ذيل الكلب ذيل الكلب بالالوان هذه اللي هو الاسود والرصاصي والاصفر والابيض. فبالضبط نفس الالوان اللي انا اختاريتها حق السيت اب.
قبل لا اشوفهم انا اوريدي مختار هذه الاربعه الوان، وهم اوريدي يجون باكج او بالمفرد يقدرون يبيعونك. فالباكج كامل يجون باربعه الوان نفس الالوان اللي انا اختاريتها. يعني حظي حلو، وبهالطريقه طبعا تقدر يمديك تعلق عليهم اي شيء انت تبيه. فشكلهم حلو والوانهم حلوه ويعطون شيء غريب للمكان، وشيء تحسه كذي ما ادري قريب، شعور غريب. ذيل كلب. طبعا هذه الخزانه من ايكيا تجيلك خزانه سمارت، هي اوريدي مقفوله، فيها سمارت لوك من داخل ينفتح بالبطاقه. طبعا كل لوك يجي معاه بطاقتين من هذولين عشان تفتحهم، فمجرد ما تخلي البطاقه راح يفتح معاك الدرج ويمديك انك تسكره وبعدها تقفله. فشيء حلو. او حتى اذا عندك صقار بيغربلونك على اشياء خاصه في الشغل عندك ومهمه، فانصحك بهذه الادراج اللي تجيلك من حديد، وفي نفس الوقت السمارت لوك يشتغل بالبطاقه، يعني مو مفتاح واحتمال تضيعه. يعني البطاقه يمديك تخليها حتى في المحفظه عندك. جودة الأشياء اللي موجودة في السيت اب ما لها علاقة بالسيستم مالها، إذا كان ستايلها معاصر حديث أو ستايل قديم. طبعا السيت اب الجيمنج اللي الكل عارفه والكل شايفه مسويه بطريقة اللي هو سيت اب حديث، إن السيت اب كأنه روبوت RGB في كل مكان وكذي، عكس هذه السيت اب تماما. فهذا السيت اب يعتبر ستايله قديم، الستايل الفنتج، بما انه سيت اب عمل ما يناسبه اي نوع من الار جي بي، تناسبه الاضاءات الصفراء مثل ما تشوفون هناك، وبعض طبعا مثل هذه الزرع اللي حاطه. علشان كذي انا اقول لك طبق نظام اليابانيين. اذا انت بتسوي سيت اب، اليابانيين يخططون سنين وينفذون في يوم، فشيء ضروري انت تعرف شنو اللي انت تبي تسويه من الاساس. مو حلو انه مثلا تغير رايك كل شويه، تبتدي بسيت اب ستايل الفنتج الستايل القديم وبعدها تشوف لا بدخل في ار جي بي، بدخل كل شيء لا شيء. مو حلو كذي. شيء ضروري ان انت تعرف تختار اللاين من الاساس اللي انت بتمشي عليه علشان تكمل عليه ويطلع السيت اب اسطوري ويعجبك. اهم شيء قبل لا يعجب اي احد غيرك، لان انت الشخص اللي بتقعد فيه. هذه السيت اب اختاريت اشياء وايد اللي هي مريحه وقت العمل، مو علشان الشكل مالها حلو ولا مو حلو. فالاشياء اللي انا حاطها والاشياء اللي انا مستخدمها اشياء مريحه للسيت اب. يعني حتى ليه الحين مع ان استخدم طبعا حق الشغل انا استخدم نظام ماك، يمكن بعضكم يستغرب، لان انا مستخدم حق الايفون من الاساس، واي نوت انا كتبه في الايفون او اي شيء، حتى المسجات SMS اللي استلمها على الايفون اول ما افتح لابتوب الماك كلها موجوده عندي في الماك. فعلشان كذي وقت الشغل انا استخدم نظام الماك لاني مستخدم ايفون. او اذا انت بتسالني شنو تفضل الماك ولا البي سي، لا اكيد البي سي، انا الشخص مع البي سي، بس حكم عملي واستخدامي حق الايفون فاحتاج الماك يسهل لي الموضوع. ليه الحين انا استخدم نوتات العاديه، فاللي عباله ذي جواز، ترى لا مو جواز. عقب ما تختار الاثاث اللي انت يناسبك ويناسب النوع اللي انت بتمشي عليه، تبتدي تشوف الاكسسوارات في ايكيا. طبعا ايكيا عندهم اكسسوارات وايد، اشياء وايد حلوه. مثلا عندك الزرع، عندك البوسترات اللي في ايكيا. طبعا البوستر اللي انا حاطه ما ادري هاي وين، هاي ولايه ما ادري وين، نيويورك ولا منهاتن، ما ادري بصراحه، مو متاكد شنو هاي الصوره حق وين، بس شكلها عجبني وحجمها عود، فعلشان كذي انا خذيت هذه اللوحه. فحتى بوسترات ايكيا شيء حلو، شيء جبار. عقب ما تخطط وتسوي وتختار من ايكيا، تبتدي في عرض اجهزتك في المكان نفسه وتبتدي تركيبه. الهارد درايف طبعا اللي استخدمه من SSD من سامسونج، ميزته حق الشغل او حق العمل انه هو يشتغل بالبصمه، واحتمال حتى اتوقع قالوا انه هو يشتغل على البلاي ستيشن. يعني اذا خويك مثلا وياك او اخوك وانت محمل لعبه وما تبي يلعبها ويخرب عليك،
فيمديك تحمل لعبة في هذه الاس اس دي وما راح تشتغل الا ببصمتك. فاتوقع انه شغالة بهالطريقة، بس انا شخصيا ما جربت، بس في ناس قالوا انها تشتغل بهالطريقة. فهذه الهارد ديسك من سامسونج اس اس دي يشتغل بالبصمة حق الشغل توب، لانه اولا فاست من اسرع الاس اس ديات اللي موجوده في السوق. ثاني شيء السكيورتي انه ما يشتغل له بالبصمه، يعني لو شبكت على اي كمبيوتر بتشوفون ما في فايلات، اول ما تخلي صبعك وتشتغل البصمه تنزل الفايلات وتبين. طبعا حتى هذا الشيء من حساب تيتشرز بريك اللي هو نبتة الصبار في هذه الشيء الاصفر اللي يتناسب مع هذه السيت اب. طبعا هاي ترى مو نبتة فيك، يعني هاي صجية، يعني حاسب منها ترى صبارة صج. في اكسسوارات وايد في المكان عندكم من حساب بحريني اسمه تيتشرز بريك. تيتشرز بريك اللي عجبني في هذا المحل او حساب، او ما عندهم حساب في انستغرام، عندهم محل في البحرين ويشحنون برا البحرين وحتى داخل البحرين يعني. فاللي عجبني في هذا المكان ان هم اشيائهم يونيك، اشيائهم وايد تتناسب مع السيت اب اللي انا سويته، لان ستايلهم قريب، ستايل ما شفته قبل. يعني للامانه الصراحه اشيائهم قويه، والماركات اللي يبونها مو شغل صيني. يعني مثلا عندكم هذه الغرشه شركه اسمها ماما واتا. ماما واتا هذه الغرشه ماما واتا تحفظ البروده عندك يوم كامل، والحراره ما ادري كم تحفظها، نص يوم شيء كذي. بس انه يعني بصراحه الغرشه كواليتي وشيء مو طبيعي. طبعا انا ما شلت هذه علشان ما انسى الشركه. طبعا هاي اعتقد خبروني ان هذه شركه ايطاليه، فهم يبون شركات حلوه وعجيبه واكسسواراتهم قويه. يعني اذا انت كلاعب جيمنج يمكن ما تناسبك اكسسواراتهم وايد، راو الاهل راح ينعجبون. يعني مثلا خواتك، امك، خالتك بيقولون شنو ذي الشغل، لان هذه الاشياء احنا العاده نحصلها اذا نسافر. فشيء حلو اجتهاد بحريني ان فتحوا محل ووفروا هاي الاشياء كلها. احط لكم حسابهم وانصحكم تاخذون فره فيه، اكيد بتحصل شيء يعجبك. سماعه الراس اللي انا استخدمها بوز، طبعا تكلمت عن هذه السماعه في مقطع السماعات، اللي ما شاف المقطع يمدي تشوفه، ما بتكلم عنها وايد. طبعا كيبورد وماوس وتراك باد من شركة ابل علشان يمشون مع النظام البلوتوث اللي في الماك وما تعور راسك كل شوي تشبك. طبعا انا وجهة نظري ما احب السيت اب يكون لون كامل الا اذا بتدخل فيه الوان ار جي بي، لان الالوان الار جي بي هي اللي بتعطي سحر حق المكان، سواء اذا اختاريت سيت اب اسود كامل او ابيض كامل. حلو ان انت تختار مع الاضاءات الار جي بي اللي بتغير من لون السيت اب وبتعطيه شكل حلو. فاللي يختارون سيت اب ابيض كامل واسود كامل هاي خلهم على جنب. انا اتكلم عن اللي يبي يسوي سيت اب ما بيدخل فيه الوان ار جي بي. مو حلو يكون السيت اب كله لون واحد، اصلا بيكون ممل. حلو ان انت تدخل فيه الوان، يعني الاسود والرصاصي حلو ان انت تطق فيه بالبرتقالي بالاصفر، تكسر فيه اللون وفي نفس الوقت تعطي تناسق. يعني مثلا طاولة الادراج اللي عندي في منها نفس اللون الرصاصي حق الحديد مال الطاولة، بس انا اختاريت اللون الاصفر علشان تكسر فيه اللون. فهذه الاشياء انت تكتسبها وتتعلمها مع تصميماتك. يعني الخبرة اللي تكتسبها كل مرة انت بتصمم سيت اب او بتصمم شيء، فانت تكتسب خبرة وتتعلم من اخطائك القبلية. يعني الاخطاء اللي انت سويتها قبل ما بتكررها مرة ثانية، لانه وصلت مرحلة عارف شنو اللي لك وشنو اللي عليك. فطبعا ما الوم اي احد اذا بيصمم سيت اب كاول مرة انه يسوي اخطاء، بالعكس الواحد ما بيتعلم من غير اخطاء، وما في احد ما يقدر يسوي سيت اب. يا اخي انت تقدر تسوي كل شيء. في بعض الدول حكام دول او وهو صغير يكون فقير ويقول انا راح احكم هذه البلد، ويوم كبر حكم هذه البلد. يعني انت تقدر توصل حق اي شيء انت تبيه. لا تظن شيء في الدنيا في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. يعني اللي بيرجع قبل 10 سنين او قبل 12 سنة انا ما قادر اخذ كرمكم الله جوتي نايك اصلي. فما في شيء مستحيل في هالدنيا. حط هالشيء في بالك طال عمرك، لا تأيس. يعني
اذا انت اجتهدت واشتغلت وحطيت اهداف، اهم شيء تحط اهدافك قبل لا تخلص المدرسه. يعني اذا انت قاعد تطالع هذا الفيديو وخاطرك تسوي ابتدي من اليوم، اشتغل طال عمرك. يعني حتى اليوتيوب يمديك تفتح قناه باليوتيوب بالموبايل، يعني شنو اللي بيوقفك؟ ما في شيء بيوقفك، قم بدا. ما في شيء بيوقفك، افتح ابتدي. لا تقول بسوي، لا تقول باكر، قول الحين بسوي. معلش ططيت شويه، تحمست هلوم مع الموضوع. السيت اب ليش بيكون جزئين؟ لان في شاشه للحين ما وصلت. امازون الله يخليهم ما ادري ايش فيهم، ضيعوا الشاشه اللي انا طالبها، ما ادري شنو موضوعهم. وطبعا في ستاند راح يكون حق الماك. هذه الستاند انا بالاساس ما اخذه ومخليه علشان الطاوله، لان اشوف مباريات ليفربول مع انه عقب السبعه فريقهم ما يطمن، فانا طالع المباريات هني فاكمل شغلي وانا اشوف المباراه. فهذه الستاند ميزته انه هو يفتح، تقدر تفرع نفس اللي تحت في نفس الرنج كذي يفتح. او مثلا اذا انت تشتغل وعندك زبون هني مثلا سويت شغلك، اوكي ذي ولا لا، فكذي يعني. الاكسسوارات او قواعد الشحن كلها من شركه اسمها ساتيتشي. ساتيتشي من افضل الشركات، خصوصا اذا انت مستخدم حق اجهزه ابل بشكل عام، سواء ايفون، ايباد او ماك. ساتيتشي ادخل موقعهم اذا تبي، وبتحصل كل شيء موجود في الموقع، وتقدر تطلبه ويشحنونه لك DHL او فيديكس، مو متذكر، يومين هو عندك. فانصحكم في ساتيتشي لان اقراضهم توب توب توب. بحط لكم رابط الموقع، ادخل وشوف انت على حسب شنو انت مستخدم، اي جهاز من ابل، وراح تحصل اكسسوارات جهازك. فعندكم هاي قاعدة الشحن، تشحن 3 اشياء، مثلا عندك الايربود، عندك الساعة ابل، وعندك حتى الايفون. تخلي الايفون بوم يبتدي يشحن. فحلوة القاعدة هذه، وتشحن لك ب10 واط. طبعا الادابتر اللي انا استخدمه اشحن منه الماك، ادابتر من ساتيتشي بقوة 108 واط. يعني اشيائهم قوية وبروفيشنال يعني في شغلهم. هذه باختصار الجزء الاولي في هذه المقطع، تشكيلة عامة بشكل عام شلون تجميعة الافكار. هدف هذه المقطع تجميع الافكار، مو اتكلم عن الاشياء اللي موجودة. طبعا حتى هذه اللوحة اللي هني تشوفونها، هذه لوحة عجيبة بداعية من ايكيا. اتيلك اللوحة معاها ايموجيات، معاها الحروف كلها والارقام كلها وباعداد وايد، ان انت يمديك حتى تعبر تركب الحروف، يعني فيهم بنات تركبهم وتسوي لك كلمة، تكتب مقولة، تحط ايام الاسبوع وشنو مهماتك اللي بتسويها او من هالنوع يعني. ففكرتها وايد حلوة وتعطي المكان جمالية بصراحة. انصحكم اللي يروح ايكيا يجرب هذه الكرسي اللي عندي. اقعد على الكرسي وسوي كذي بظهرك، كأنه واحد قاعد يسوي لك مساج. شيء مو طبيعي حق راحة الظهر. يمكن عيب الوحيد انه ما في حق الراس، بس انه وقت الشغل لو تايل الساعات وايد الظهر يكون مرتاح للأمانة. طبعا اول ما توصلني الشاشة اللي ماخذها حق هذا المكان، راح يتغير هني الشكل 60 درجة، لأن كل شيء مرتب على شاشة. بس حاليا عشان أصور لكم الجزء الأول وأشرح لكم شلون إن أنتوا تجمعون أفكاركم وتصممون لكم سيت اب خاص فيكم، ركبت اللابتوب على القاعدة هذه. بس إنه هو في الأساس هذا المكان للحين مو جاهز، وفي أشياء وايد غير الشاشة راح تنحط هني، وراح تشوفون كل شيء في الجزء الثاني، الجزء الختامي حق مقطع سيت اب العمل. اتمنى هذا الفيديو عجبكم وفادكم لو بشيء بسيط. واذا توفقت من الله، واذا ما توفقت واخطأت فهو مني. فلا تنسون لايك، سبسكرايب وشير، وكتبوا كومنت عشان تفوزون في المقطع الجاي في السحب. فنروح على السحب وعقبها نشوفكم فيديو ثاني. سلام. محكمة الكومنتات والفايزين ان شاء الله. اهم شيء ان انت تكون كاتب حساب نتواصل وياك، مثلا حسابك في انستغرام او سناب شات او رقم التليفون او حتى ايميل على الاقل. فنقول بسم الله وتحدي الجمجمة. هذه هو تحدي الجمجمة،
وليتس جو. الاسامي نشوف. وينر KN_ULJ. يا رب افوز. وحاط حسابه في انستغرام. مو كاتب رقم للاسف، فهو يعتبر فايز ب$20. لو حاط رقم كان نجرب هني النارد واذا ضبط الرقم اللي هو حاطه مع النارد اللي بنقطه يفوز ب$100. للأسف مو حاط رقم، فنقول بسم الله ونختار المشترك الثاني. مبروك لك $20. الأسامي تطاير كذي. وبدر ZR الله يوافقك يا رب افوز. حاط بدر حسابه في انستغرام، والرقم اللي حاطه هو 5. خل اكبر الشاشة. بدر يا بدر. نقول بسم الله. الله 6 يا بدر، هارد لك. فزت ب$20، بس $100 راحت عليك لان الرقم اللي طلع هني 6 وانت حاط رقم 5. فمبروك $20 و that's it.